السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم معايا في قناتكم بساطة مع قمر. فيديو اليوم إن شاء الله تتمة ديال الفيديو السابق اللي حضرت معكم فيه ميني بسيطلات، فكنتمنى إن شاء الله فيديو اليوم ينال إعجابكم. هنايا من بعد ما قسماتها السيدة يعني شاركتها معايا، وبالنسبة لهذا الفيديو هذا قسمته على زوج. قلت من الافضل باش هكا ما يجيكمش طويل، داكشي علاش حطيت الجزء الاول وهذا هو الجزء الثاني ان شاء الله. وكنتمنى لعجبكم لا فيديو تشاركوه مع الاهل والاحباب. وكيف كتشوفوا معايا هنا ان شاء الله، راه قبل ما ننسى غنخلي لكم الرابط ان شاء الله في صندوق الوصف بالنسبه للناس اللي باقي ما شافوش لا فيديو السابق ديال ميني بسيطلات، غتلقاوه ان شاء الله في صندوق الوصف. يعني هاد الكميه اللي حيت دابا ديال الدغميره ما درتش فيها البيض، لهذا ميني بسيطلات بلا بيض وبعجينه ديال المسمن صراحه اللي كتجي رائعه. هنايا مني خديت الكميه ديال الدغميره اللي غنضيف ليها البيض، سمحوا لي هنا على بالي الكاميرا تتسجل وكانت واقفه، صراحه الله ما انتبهتش حتى لقيت يعني دخل البيض في الدغميره ولا فحال الدغميره، ولكن قدر الله فما شاء فعل. يعني ما كتبش نشارك معكم، اهم حاجه باني خديت 6 البيضات طربتهم هكا في زلافه مع بعضياتهم وفرغتهم فوق من التغميره ديال التين، وبقيت تنحرك حتى دخلت هذيك يعني دخل البيض في التغميره، وكتوقف لينا كذلك التغميره في الزويته ديالها كيف ما شحرنا يعني البصله، وكذلك وقفات في الزويته ديالها بهذاك الشكل تماما، وما كنوقفوش يدنا على التحريك حتى كنشوفوا ديك الزويته هكا يعني وقفات. صافي تنفرغ هاد الدغميره هذه في هاد الصفايه وتنخليها حتى كينزل منها داك الزويته اللي ان شاء الله حتى هي غادي نشاركها معكم فيما بعد ان شاء الله. صافي هنا تنخلي هاد كي قلت لكم الدغميرات تصفى في هذيك الصفايه. وهنا انا خديت صدر ديال الدجاج وقديته. التفصيل الاول اللي شاركت معكم هو اللي غنشارك معكم دابا ان شاء الله، والتفصيل الثاني اللي شاركت معكم يعني فيه كميه قليله هي اللي درت الميني بسيطلات. هنايا درت هذه الكميه هذه وغنضيف ليها كذلك الدغميره من بعد ما تصفات من هذيك الزويته، وغادي نخلطها بهذا الشكل هذا. بالنسبه للاخوات اللي تيبغيو يخليو الدجاج بوحدو التغميره بوحديتها واللوز بوحديتو كيبقى لكم الاختيار. المهم هاد الطريقه هذه تتعجبني، وحتى السيده اللي خدمت لها صراحه الله عجباتها، والناس زعما اللي تنخدم ليهم هكا الكليان ديالي يعني اللي تنخدم ليهم طلبيات صراحه الله فين ما كنت كنخدم ليهم هكا بسيطلات يعني حلوين بالدجاج بهذا الشكل هذا كانوا كيعجبوهم تيجي ولدادين. صافي هنايا خليناها تترتاح من بعد ما جمعتهم مع بعضياتهم، وقديت هنا اللوز من بعد ما سلقته ونقيته، وهنايا هشيته بهذا الشكل هذا. صراحه الله انا كنت ناويه نشارك معكم فيديو واحد في كل شيء، ولكن جا طويل بزاف، لهذا حذفت انا الصور يعني كيفاش حضرت اللوز الى اخره. صافي من بعد ما دخلته الفران تحمص وخدا لنا هذا اللون هذا، كندير له 4 ديال المعالق كبار ديال السكر كلاصي، وتنضيف له معلقه صغيره ديال القرفه غير ما بانش معايا بحكم كنت كنقص. وعندي هنا راس المعلقه ديال المسكه حره، وعندي هنا قياس معلقه كبيره ديال ماء الزهر. صافي وتندير هذيك الزويته اللي خليت اللي تصفات لي تنديرها مع هذا اللوز. صافي وتنخلط كلشي بهذا الشكل هذا حتى كينسجموا لي مع بعضياتهم. صافي وتنوجد الورقه ديالتي اللي تنحيد ليها هاد الجوانب هادو. كيف قلت لكم انا ما كنتش ناويه يعني ندير كل فيديو بحديثو، لهذا ما شاركتش معكم كيفاش قطعت، وهذا يعني قلت نختصر باش زعما يجيني في فيديو واحد ساعه ما كتبش. المهم كتبوا يكونوا جوج ديال الفيديوهات. صافي هنا من بعد ما دهنتهم بهذيك الزويته اللي خلطتها اللي بقات لي من الدغميره اللي خلطتها مع الزبده،
صافي تندهن هاد الورقه ديال البسطيله ديالتي، وتندير الجهه اللي ملسه في الاسفل، والجهه اللي حرشه ديال الورقه تتكون في الفوق. درت هنا 4 الورقات، والورقه الخامسه تنديرها في الوسط بهذا الشكل هذا. صافي تنحاول نقادها. بالنسبه للتغمير ديالتي او الحشوه، يعني غادي نديرها هي كطبقه الاولى بهذا الشكل هذا، وغادي نحاول نقادها. صافي من بعد ما غادي نقادها بهذا الشكل هذا، غادي ندير فوق منها اللوز اللي حضرت معكم، هو اللي غنديرو في الوجه ديال هاد الحشوه هذه. من بعد ما غادي نقادو بهذا الشكل هذا كيف كتشوفوا معايا. صافي تنقاد الوجه ديال البسطيله. صافي تناخذ كذلك بياض ديال البيض اللي تنبدا تنقاد به، تندهن به قصدي الورقه، وتنبدا تنقادها بهذا الشكل هذا. وبياض البيض راه ما تيأثرش نهائيا يعني على الورقه البسطيله، ولا تيخلي شي مذاق يعني مغاير، ولا بالعكس هو قد ما تضيفوه تيلصق لينا يعني الورقه، يعني تيثبتها بهذا المعنى هذا، تتقبض في بعضياتها. صافي ملي قاديت بهذا الشكل هذا تنصايب الجهه الاخرى كيف كتشوفوا معايا بهذا الشكل هذا. صراحه الله انا كنت بغيت زعما ما كرهتش نخليها بهذا الشكل هذا بهذا القياس هذا اللي غتشوفوه معايا دابا، ولكن السيده فاش وريتها القياس يعني اللي عندي ديال هاد الصينيه هذه او هذا المول ديال الفران، قالت لي بغاتها هي تجي عامره مزيان وتكون في واحد القياس اللي غتشوفوه معايا. لهذا فاش غادي نبغي نجمع ليها الجوانب ديالها بالورقات اللي مازال غنضيف، داكشي علاش يعني غادي ندخل الورقه وغادي نخليها، يعني ما غاديش نقرصها مازال. المهم غتشوفوا معايا باش تفهموني ان شاء الله. هنا درت بياض البيض ودرت هذيك الزويته اللي مع الزبده من الفوق هكا باش تعطينا مذاق زوين في الورقه. صافي هنا تنجيب الورقه تندير الجهه اللي حرشه لتحت، والجهه اللي ملسه ديال الورقه تنديرها الفوق. هنا تنحاول ندخل هاد الورقه هذه وتنلمط بهذا الشكل هذا كيف تنقولوا دائما تنلمطوها بهذا الشكل هذا. صافي تنحاول نقاد ديك الورقه ما نخليهاش يعني متنيه لتحت، تنسرحها بهذا الشكل هذا ونتاكد بانها تسرحات. صافي تندير كذلك بياض ديال البيض، وغادي ندير الورقه الثانيه وتندير الزيت اكيد بهذا الشكل هذا، تنلمطها كذلك من هذه الجهه هذه. وكيف قلت لكم تنتاكد بان الورقه مسرحه يعني الضفت في الاسفل بهذا الشكل هذا. يعني بالنسبه ليا ما كرهتش باني نقادها مازال نضغط عليها باش تاخذ لي هكا القياس ديال المول، ولكن حيت السيده وراتني العبار اللي بغات، لهذا حاولت نجمعها وخليتها كيف ما جمعتها. صافي درت لها بياض ديال البيض، ودرت الورقه الاخيره اللي غنضيف في الفوق ديال البسطيله. تنقادها بهذا الشكل هذا، تندير ليها بياض ديال البيض ضروري باش كتقبط لينا مزيان، ما كتجيش الورقه يعني مبعده على اختها، يعني تجي قابطه في بعضياتها. وتنقادها مع الجوانب بهذا الشكل هذا. بالنسبه ليا ما كرهتش يعني، ولكن السيده كيف قلت لكم باني نضغط عليها وتاخذ قياس ديال المول، ولكن كيف قالت لي السيده بغاتها عامره تجي باينه عامره وبغاتها في هذا القياس بالضبط. صافي هنا من بعد ما قاديتها ندير لها الزويته كذلك من الوجه ديالها، ونقادها مزيان في الجوانب باش ملي طيب ان شاء الله تاخذ هذاك اللون موحد، وكذلك تدخل مع ديك الزويته وديك الزبده هكا في الورقه وتجينا مقرمشه اكثر. هنا خديت عود ديال الشواء اللي زكيت به البسطيله ديالتي ودخلتها للفران على 180 درجه فوق ولتحت حتى طابت معنا وخدات هذا اللون هذا كيف كتشوفوا معايا. هنا هي غادي نحطها في الصحن ديال التقديم. انا هنا حطيتها غير باش شاركتها معكم، وحطيتها في البواطه فاش عطيتها للسيده.
انا هنايا درت العسل، ولكن مع الاسف كان العسل نسيتو ما دفيتوش على اتساع، لانه كان شويه عندي يعني جامد شويه، لهذا دفيتو. ولكن حتى تذكرت يعني حتى خرجت البسطيله من الفران. انا قلت نقول لكم هذه المعلومه باش ما حتى لا كان عندكم حتى نتوما العسل ماشي حتى تبغيوه عاد باش تدفيوه، من الافضل تدفيوه على اتساع وتخليوه باش ملي كتبغيو ديروه في حاجه سخونه تيلصق، ولا ديروا الناباج. صافي هنايا من بعد ما قاديتها يعني من بعد ما درت ليها العسل تنقادها باللوز ايفيلي بهذا الشكل هذا. وغندير ليها كذلك، هذا هو الشكل من بعد ما درت اللوز ايفيلي. وغندير ليها كذلك سكر كلاصي سبيسيال في الوسط ديالها. يعني السيده بغات تزيين اللي يكون بسيط جدا ويعني عادي كيف تنقولوا. المهم ملي بسيت لها زينتهم بالقرفه هكاك كيف غتشوفوها ان شاء الله في الفيديو اللي غنخلي لكم في صندوق الوصف. وهنايا من بعد ما درت سكر كلاصي سبيسيال، ضروري ما ديروش سكر كلاصي عادي لانه غادي يذوب معكم. خديت هاد الورقه هادي وقديتها على شكل الوريدات هكا بالمقص، يعني باش نعطيها جماليه اكثر. وكنتمنى تعجبكم هاد الفكره. صافي وحطيتها هكا في الوسط ودرت فيها القرفه بهذا الشكل هذا كيف كتشوفوا معايا، باش تعطيني شكل ورده في الوسط ديال البسطيله. هنا من بعد ما غادي نكمل هذوك نعمر دوك الفراغات هكا، غنحيد هاد الورقه غير بشويه باش يبقى لي داك تزيين بهذا الشكل هذا. وهذا هو الشكل النهائي ديال البسطيله ديالنا ديال اليوم اللي شاركت معكم في هذا الفيديو هذا. فكنتمنى ان شاء الله نال اعجابكم، وان شاء الله تخليو لي ارائكم ان شاء الله في لي كومونتير. كذلك الا عجبكم لا فيديو ديال اليوم ان شاء الله تشاركوه مع الاهل والاحباب. الا كنتو اول مره تزوروا القناه فكنتمنى ان شاء الله تشجعوني وتابوناو عندي، وكذلك تخليو لي لايك وكومونتيرات زوينين، وتبارطاجيو كذلك الفيديو مع الاهل والاحباب ديالكم. وهذا هو الشكل ديالها من بعد ما قسمتها، يعني قطعتها السيده شاركت معايا هذاك الصوره. وكنتمنى فيديو اليوم ان شاء الله يعجبكم، وفي امان الله. سلام عليكم.